السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ انا سما. فيديو النهارده عباره عن 8 طرق للمذاكره بدون ملل. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس يلا بينا نبدا. اول طريقه، حضري مشروبك المفضل. تاني نصيحه، رتبي المكتب اللي انت هتذاكري عليه علشان اهم حاجه النظافه. انا كنت برضو قايله الموضوع ده في فيديو نصايح للدراسه. اهم حاجه يعني ترتبي المكان اللي حواليك والمكتب اللي انت تذاكري عليه عشان يفتح نفسك للمذاكره. تحسي ان انت قاعده كده في مكان نظيف هادي، ما تحسيش بدوشه وتحسي براحه نفسيه كده وانت بتذاكري. تالت طريقه، حاولي تكتبي وتلخصي بالالوان. ليه؟ عشان الالوان هتديكي كده بهجه، يعني هتديكي راحه وفرحه وانت بتكتبي، وهتسهل عليك الامور. رابع طريقة واللي هي البعد عن الأفكار السلبية. طبعا الأفكار السلبية ديت هي اللي بتخليكي ما تعمليش حاجة في حياتك. الأفكار السلبية دي متحاوليش تفكري بسلبية، حاولي تفكري في ان انتي لما تذاكري هتفرحي أهلك، هتنجحي، هتعملي اللي انتي عاوزاه. تمام. الأفكار السلبية دي ما تقعديش تقولي أنا فاشلة ومش هعرف أعمل حاجة ومش هعرف أذاكر والكلام ده. تمام، عشان دوت هيعيد عليكي ان انتي مش هتعرفي تعملي أي حاجة. خامس طريقة، المذاكرة اليومية وعدم تأجيل الدروس. سادس طريقة واللي هي استعيني بربنا. قولي ان ربنا معايا وانا زي ما عملت اللي عليا وذاكرت، ربنا مش هيضيع مجهودي على الفاضي. وخلي دايما ان انتي حاطه ان في دماغك ربنا معاكي وشايف انت بتعملي ايه، وهو يديكي على قد مجهود. سابع طريقة واللي هي حطي هدف في دماغك. إيه، شوفي هدفك ايه، شوفي انت عاوزة تطلعي ايه، شوفي انت عاوزة تنجحي وتدخلي ايه. حطي هدف قدامك وسعي عليه، يعني ذاكري واجتهدي عليه عشان يعني تحاولي توصلي له. تمام. تامن طريقة والاخيرة اللي هو فكري في مستقبلك. فكري انت عاوزة تبقي ايه في المستقبل. فكري انت عاوزة تعملي ايه في مستقبلك. فكري ان انتي عاوزة يعني المذاكرة دي هتوصلك لايه في المستقبل. يعني حطي الهدف اللي انتي كنت حاطاه في دماغك، اسعي عليه علشان يتحقق في المستقبل ويبقى مستقبلك جميل. تمام. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم وحبيتوه، ولو حبيتوه ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس، مع السلامه.